بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة متشربوا للقناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض روتين حلو كده في التلاجة. هننضف التلاجة طبعا تنظيفة الشهر عشان نجيب حاجات الشهر بتاعتها، وكمان هنعمل مع بعض غدا حلو كده، هنجيب سمك وهنشويه وهيبقى حلو جدا مع بعض كده، وهنعمل مع بعض رز حباية وحباية. طبعا تنظيف التلاجة دوت لازم كل شهر بننضف التلاجة، وبعد كده بقى ايه بننضف عادي بقى مع بعض. يلا كده وكومنت حلو منكم نشوف مع بعض الفيديو. هننضف بقى النهارده التلاجة مع بعض. هشيل بقى كل الحاجات اللي موجودة في التلاجة كده من جوه ان شاء الله كده، وهنشوف بقى هنعمل ايه من تحت برضو، وهشيل برضو اللي في الفريزر كده، كل الحاجة اللي في الفريزر وهنعمل مع بعض كده. انا فضيت التلاجة كلها اهي. هبدأ بقى ان انا هشيل كل الرف بتاعتها دي. طبعا بعملها كده بقى عشان ايه؟ مشتريات الشهر ان شاء الله هروح اجيبها، ونعمل برضه مع بعض كده ننضف بقى التلاجة. تمام. وهفضي بقى كل الرفوف، كل ده كده هيتشال. تمام. وهنعملها مع بعض. جبت بقى كده هغسل دول الاول قبل ما اغسل التلاجة، عشان عقبال ما اغسل دولت هيكون نشف عقبال ما اغسل التلاجة. هحط بقى خل كده زي ما احنا شايفين كده في الميه بتاعه الصابون بالشكل ده، وهبدا ان انا هجيب بقى الاسبونشه وهغسلها كويس جدا بالشكل ده. بسم الله. عشان اي ريحه بقى فيها وكده. يعني التلاجة بغسلها غسله كويسه جدا كل شهر، الغسله اللي انتوا شايفينها دي. لكن كده كل اسبوع او كل ما بلاقي فيها اي حاجه وقع عليها بواقي اكل وكلام من ده، آه بمسحها بقى كده بفوطه كده بميه وخل، وبمسحها برضو بقى ايه بفوطه. بغسلها بقى كده زي ما احنا شايفين حلو جدا، كل الحاجات اللي فيها دي كده بتتغسل بالشكل ده. وهشطفها بقى كده بالميه، وهسيبها بقى تتصفى كده على فوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معايا نشوف اهو، اهي اهو بقى زي الفل اهو. هنصفيه بقى على فوطه. يعني كل ما بجيب المشتريات بتاع الشعر قبل ما بجيبها بكون ايه، بغسلها الغسله الحلوه التمام دي كده. تمام. هنصفيه بقى ونغسل بقى بقيه الحاجات دي كده مع بعض. كده غسلت دول كده اهو، بتوع اللي بيبقوا في الباب بتاع التلاجة. وسايبهم برضو يتصفوا عشان ينزلوا الميه اللي فيه. هنا حطيت كده بقى الرفوف بتاعه التلاجة برضو تتصفى كده. وهيلا بقى بينا نغسل مع بعض التلاجة. هنبدأ بقى نغسل التلاجة بتاعتنا. انا حطيت كده زي ما احنا شايفين اهوت حاجة تحت التلاجة علشان ايه ما توسخش معايا الدنيا يعني. هبدأ نغسل التلاجة كده ونسمي الله. وجايبة بقى المية بالخل كده بالصابون كده، ومعايا السكوتشة. وهغسل بقى التلاجة بتاعتي حلو جدا كده الغسلة المحترمة. طبعا يا بنات لازم اهم حاجة التلاجة طبعا لازم تتغسل اقل حاجه زي ما بقول لك كل شهر. قبل ما تجيبي مشتريات الشهر بتاعتك بتاع البيت لازم تغسليها. طيب ليه؟ طبعا احنا بنحفظ الاكل بتاعنا في التلاجة طبعا اكتر حاجه هتلم بكتيريا وميكروبات. لازم كل الكلام دوت كده طبعا يتنضف عشان الاكل تحافظ على صحتك وصحه اولادك، وما يبقاش فيها اي ميكروبات تتلم كده او بكتيريا على الاكل بالشكل ده. اغسلها حلو كده. بسم الله. ومش هتاخد مننا وقت يعني، والله مش بتاخد حاجه. وايدك بقى على طول فيها بقى كده طول الشهر بالفوطه كده وشويه ميه وشويه خل، وبتلاقيها معاكي نضفت وبقت زي الفل اهو. تمام. هنغسل بقى برضو، هحط دي كده هنا تحت الباب، وهغسل بقى برضو الباب بتاعها بنفس الطريقه بالشكل ده. يلا بقى هخلص بقى غسيل التلاجة ونشوفها مع بعض.
جبت طبق كده زي ما احنا شايفين فيه ميه دافيه، وهحط فيه بقى كمان شويه من الخل كده محترمين كده، علشان نبدا ان احنا نغسل التلاجة بتاعتي. طبعا الخل بيبقى بيحفظ اي حاجه في التلاجة كده، وبشيل منها الروايح، وبتبقى حلوه جدا. هنغسلها بقى، نمسحها كده مع بعض بسم الله برضو كده بقى، ونشيل بقى كل حاجه في التلاجة. الصابون اللي احنا عملناه ده اهو، تتغسل مرة واتنين وتلاتة عشان تنضف معاكي. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم، لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان نشجع كده ونكمل معاكم ان شاء الله. وكده التلاجة بتاعتي اهي من تحت نضفت وبقت زي الفل اهي، تمام اهي. عايزه بقى تخلي ريحه التلاجة بتاعتك حلوه، بتفتحي بقى كده ازازه فانيليا وتسيبيها في باب التلاجة من هنا كده، بتطلع ريحه حلوه. وبحط فحم، الفحم برضو بيشيل اي ريحه مش حلوه مش مستحبه يعني في التلاجة، وبتبقى حلوه جدا التلاجة معاكي وبتبقى زي الفل. التلاجة نطفت، اهم حاجه طبعا السكوتش هنا بتاع التلاجة، الجلده دي لازم تتنضف حلو جدا، ولازم تعمليها بميه دافيه وخل علشان ايه اللي تفضل تبقى تلزق معاكي كده في التلاجة. اهم حاجه تغسلي الفراغات بتاعتها دي حلو جدا كده. كده فضيت الفريزر اهو، شايفين الفريزر مش نضيف، هيتغسل برضو بواقي بقى من العيش، ردة العيش، وطبعا في صلصة طماطم، وهنا اللبن كيس اللبن اهو وقع برضو كان مفتوح. زي ما انتم شايفين انا حاطه اهيت الفحمايه في لفاف منديل، وحطها برضو في الفريزر. هغسل بقى الفريزر ونشوفه مع بعض. كده خلاص الفريزر خلص نضيف اهو زي الفل. الفتحات دي بقى بعمل فيها ايه؟ اقول لكم بقى. الفتحات دي بجيب كده السكينه زي ما احنا شايفين وكده بالشكل ده كده، لان الفرشه معاكي مش هتنضف معاكي الفتحات دي، فبعمل كده بالسكينه كده، بدخلها في الفتحات دي كده بالشكل ده كده، وبطلعها تاني بتنضف معايا. هوريكم برضو شكلها اهي، شايفين شكلها اهي، بتنضف اهي معايا كده. خلاص الفريزر معايا بقى زي الفل اهو. حطيت الرفوف بتاعته بعد ما اتغسلت، وريحته بقت جميله جدا. وكده خلاص اكون خلصت التلاجة معاكم اهي، في ساعتها كده في ثواني خلصناها وبقت زي الفل. هبدأ ان انا ارص بقى فيها الحاجة بتاعتنا، ونروح بقى نجيب الحاجة بتاعة الشهر وتتحط في التلاجة وهي نظيفة. ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عشان كده نستمر معاكم، وان شاء الله نكبر بيكم باذن الله. ايه رايكم بقى؟ طبعا احنا كلنا بنعمل الحاجات دي كلها، بس هي ايه حكايه فكره ايه النشاط، ان انا يعني ممكن اشجعك او تشجيع ليكي، او انت تشجعيني اتفرج على فيديو ليكي تشجعيني اقوم اعمل، او انا نفس الحكايه. لكن احنا كلنا طبعا بنعرف نعمل كل الحاجات دي، بس تسكير ممكن اخد منك فكره، انت تاخدي مني فكره، وربنا يوفقكم جميعا يا رب العالمين. هنعمل بقى النهارده السمك دوت، هنشويه طبعا حلو زي ما احنا شايفين كده، شبار بولتي زي ما احنا شايفين، بس هرش عليه ملح وليمون وشطه وحاجات من دي. هنعمله النهارده بقى ان شاء الله مع رز ايه كده، حبايه وحبايه كده. الرز خلاص بدأ ياخد معايا لون زي ما احنا شايفين. هنزل بقى بالرز بتاعي الابيض، غسلاه طبعا ومصفيه الميه من عليه خالص، وهنزل بقى على الرز بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم كده. هقلب بقى يتشوح كده معاه شويه، هحط له الملح بتاعه واحط له الميه بتاعته حسب ما الرز بتاعك بياخد الميه، يعني كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه، ودي بتاخد اقل من كده كمان. هحط بقى الرز بتاعه بالشكل ده كده، وهجيب بقى الميه بتاعته واحطها عليه بسم الله. زي ما احنا شايفين كده خلاص حطيت له الميه، وهغطي عليه بقى واسيبه كده يتلدق يستوي مع نفسه. دي رده بقى كده بجيبها بالكيلو وبحطها في الفريزر علشان ايه اعمل السمك المشوي، عشان اشوي السمك. بجيب بقى السمك كده بتاعي وبحطه فيها كده بالشكل ده كده، وبرصه بقى بالطريقه دي. طبعا في ناس بتشوي بدقيق، بس بصراحه هي الرده احلى حاجه للسمك المشوي اهو. برصه بقى كده، وهخلص بقى برده الصينيه بتاعتي دي الطبليه المطرحه دي، وهدخلها رصيته كله اهو على الطبليه دي على المطرحه تمام اهو. وهندخل بقى نشوي. طبعا انا فاتحه الفرن اهو، فاتحاه كده ان شاء الله وهشوي.
كده تمام اهو. دخلت السمك الفرن، بس ايه مش هتقلبي فيه خالص الا ما تلاقيه استوى كده من تحت كده وتلدن معاكي، تبداي ان انت تقلبيه. شايفين اهو ما شاء الله حلو جدا. هخلص بقى كده ان شاء الله ونشوف شكل السمك النهائي يبقى عامل ازاي. شايفين يا بنات السمك كله ما شاء الله طازه، كان صاحي اصلا وانا جايباه طازه اهو. كل الزعانف بتاعته وقفت لفوق كده، تعرفي ان السمك بتاعك طازه وزي الفل. هنعمل بقى التمليحه بتاعه السمك. جايبه هنا معايا هنا اهو ملح وكمون على شطه، وجايبه كمان ليمون، وجايبه هنا خضار معايا هنا شبت وكزبره وجزر. هرش كده زي ما انتم شايفين كده في الصينيه كده او في الطبق اللي انت جايباه، وبرش كمان شويه كده من الخضار الجميل ده، بيديله طعم كده طبعا، وبيبقى طعمه بجد حلو قوي وريحته حلوه قوي بجد. وهطلع بقى السمك عليه كده. خلاص بدات اطلع السمك اللي بتشوى معايا تمام بالشكل ده كده. هقلب دي كده الناحيه دي برده عشان تتلدل معايا. لايك وشير بقى وسبسكرايب للقناه كده، ولايك للفيديو عشان يترفع بيكم، وكومنت حلو منكم. بحط كده طبقه من السمك يا بنات، وبرجع ارش كده عليها برده اهو، وبعصر عليها ليمون برضو، وبرش عليها برضو خضار من ده. وهحط بقى بقيه الكميه برضو وهعمل كده. وكده خلاص خلص معايا السمك بتاعنا النهارده عشان شايفين شكله. هسويه بقى ايه، هلبس الكيس ده الطبق كده، وهسويه بقى على البخار بتاعه، يعني البخار بتاعه هو اللي هيطلع يسوي. وده بقى كده غدانا النهارده. يا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. عملنا بقى السمك مع بعض وشويناه. انا لما غطيته بالكيس قلت لكم ان هو يستوي على البخار بتاع الكيس، انا قصدي ان هو التمليحه بتاعته هيتشرب منها لما اغطيه بالكيس كده، او ممكن تغطيه بورق حراري. عملت الرز معاكم اهوت حبايه وحبايه، وكمان عملنا طبق سلطه حلو كده، فلفل الوان وطماطم وحاجات من دي. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم كده وينور رضاكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودعوه حلوه منكم وكومنت حلو منكم زيكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.